على خطواتهم نمشي فتزهر ساحة الشهداء، على خطواتهم نمشي فنغسل بالدماء الماء. ولد فارس الأغنية الفلسطينية محمد هباش عام 1966 في مخيم اليرموك. نزحت عائلته في عام النكبة من قرية معذر قضاء طبرية إلى لبنان ومنها إلى سوريا، ومنذ عامه السادس بدأ هباش بارتياد المعهد العربي للموسيقى في دمشق. يابا فلسطين في حبك قلبي أنا هيمان، يابا مثل المحبين في ليل ونواحيها. يابا فلسطين لا تحزني كفى ترى أحزان، يابا لازم اطلالك عطول الدهر أبكي. ظهر هباش على التلفزيون لأول مرة بجوار الفنانة الطفلة آنذاك أصالة نصري، إذ كان المغني الرئيسي في برنامج الأطفال التلفزيوني افتح يا سمسم. وأنشأ لاحقا مع أخوته وأبناء عمومته فرقة شعبية أحيت عددا من الحفلات في المخيمات الفلسطينية، ومع تأسيس فرقة العاشقين عام 1977 كان الأخوة الهباش من أول المنضوين تحت صفوفها. يشهد على جراحي وانسى الجيش العدا من كل النواحي. لمع نجم هباش مع العاشقين كمغنٍ وراون، وظل صوته الفتي الذي تفتتح به الأغاني جزءاً من ذاكرة الفلسطينيين عن تلك السنوات. بصمت ظل أبلغ من ضجيج الوهم في الصوت، بروح عايشت لبنان وقاومت الطواغيت العتاة فأزهر الميدان. سنرجع يا بلادي سنرجع، لن يطول زماننا الجاحد، ونار الشعب نار القلب تمحو ليله المارد. وفي عام انتفاضة الحجارة وبعد تفكك فرقة العاشقين أسس هباش وإخوته فرقة الجذور، وتعاونوا مع الشاعر خالد أبو خالد فكتب لهم 14 أغنية وطنية، منها زغردي يم الجدايل، هل علينا يا بشايرنا، وأغنية والله يا دار. لكن الفرقة التي تمسكت بروح التراث الشعبي والانتماء إلى إيقاعات وألوان الريف الفلسطيني توقف عملها لاحقا بسبب نقص الإمكانات المادية. وزراع الحنة على الصدر النادي، واربط العصب على كل الوجع. في نهاية التسعينات اتجه هباش للإنشاد، فقدم عددا من الأغاني للشهيد المفكر فتحي الشقاقي، وألبومان صدرا خلال انتفاضة الأقصى. خلد الأول معركة مخيم جنين، فيما تغنى الثاني ببطولات مقاتلي سرايا القدس. كان من أبرز أغانيه عشق الشقايق. وإلى جانب الغناء شارك هباش بالتأليف والتلحين الموسيقي لعشرات الأعمال المسرحية والمسلسلات، أبرزها كتابته وتلحينه لأغاني مسلسل الدرب الطويل، النسخة الأولى من مسلسل التغريبة الفلسطينية. حبابي يا أحبابي بعد ما كانوا بوادي جفوني وطفت على الفرقة بوادي يابا يا ويلي صبح قلبي مثل ضايع بوادي وغابت شمسنا وطال الغياب.